بعد أول أسبوع في رمضان ما عدى ساعات كتير بنحس إن احنا محتاجين نفصل من كمية البشاميل والمحاشي اللي احنا قعدنا ناكلها طول الأسبوع في العزومات. فهنعمل النهاردة وان بوت ريسيبي خفيفة جدا، هتتعمل في حلة واحدة وفي نفس الوقت هتبقى لذيذة على الفطار. أول حاجة هنجيب معانا قطع اللحمة وننزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي وعليها شوية زيت صغيرين. هندي للحمة بتاعتنا تحميرة لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه، او لو عايزين لونها اغمق دي حاجة حسب الرغبة. وبعد كده هننزل على اللحمة بتاعتنا بشرايح من البصل الأحمر أو الأبيض، أي حاجة، ده اللي كان متاح عندي وقتها البصل الأحمر. وبالأبيض برضو هتبقى لذيذة جدا لأن الأبيض بيبقى مسكر شوية. وبعد ما البصل عندنا بيبدأ يتشوح كده مع اللحمة وبنحسه دبل شوية، هننزل عليها بشوية من التوابل عبارة عن ملح وفلفل أسود وكزبرة وكاري. بس كده دي التوابل بتاعتنا، وهننزل بالمية لحد ما اللحمة بتاعتنا بتبقى 3/4 سوا او اكتر كمان. وبعدها بننزل عليها بالرز البسمتي وبنديله كده تقليبة مع اللحمة بتاعتنا بعد ما بتكون تقريبا اللحمة شبه استوت. ونزلت عليهم بقطع من شرايح الجزر، ولو عايزين تضيفوا بسلة برضو هتبقى حلوة، بس انا بحبها بالجزر بس اكتر. ونزلت معاهم برضو بشوية من الزبيب بس كده. وطبعا الزبيب مش الناس كلها بتحبه، فده برضو حسب الرغبة. وهنزود شوية ملح للرز، وحطينا نص راس تومة، وبس كده بنسيبها تستوى وبتطلع بشكلها ده. خفيفة جدا، سريعة، ما بتاخدش وقت في تحضيرها، وفي نفس الوقت فيها كل العناصر اللي بنحتاجها على الفطار. جربوها وانا متأكدة انها هتعجبكم، والف هنا.